التجاره يا صديقي جوج ديال الحوايج تدير لهم ديزاكتيفي او لا تعطيل الصباح فاش تحل المحل وتقول بسم الله توكلت على الله، اللي هي الحشمه والعاطفه. وجوج ديال الكارنيات ما عندك ما دير بهم، هذا وهذا، واللي مجربينهم راهم فاهمين وعارفين الكارني تشيك والكارني الكريدي اخطر حاجه. حتى انا مريت بها وشفت المرار في هذه القضيه، هي تاخذ السلعه بالكريدي تعطي الشيك وتعاود تفرقها على الناس بالكريدي. عرفتي راه واحد الجحيم. فبزاف ديال الاصدقاء راه غادي يطلع لهم الفيديو وهما اصلا باقيين في هذه القضيه هذه، راه واحد الجحيم لا يوضح، لانك شديتي سلعه بالكريدي وخرجتيها بالكريدي. هنا تيجيب لك لا راك تتبيع وشي راك ما تتبيع ما تتبيع، بالعكس تزيد تدمر التجاره ديالك. نرجعوا للاولى اللي قلنا العاطفه والحشمه. الا لقاوك عندك العاطفه جياشه، جات بنت زويونه تضحك لك تمد لها، جا وليد صغير غادي تعطيه، انا ماشي تنقول لك عاوتاني ما تكون مجوع لاصق، راه الله سبحانه وتعالى تيبارك في التجاره ولكن بالقياس ديال ان واحد المراه مسنه ناقصاها شي حاجه، اولا واحد وليد صغير بغيتي تفرحوا وناقصاه شي حاجه بسيطه تتخليه يمشي ما تصيفطوش بلاش. هذه متفقين. تنقول لك ديك العاطفه الجياشه ديال اللي شتيه غادي تقول له كذا، ولا واحد يجي يتمسكن عليك شمي راه جاو نصبوا علينا تطابوا خويا راه الوالده مريضه وكذا وبغيت نشري لها واحد الدواء، وهادي تيكون نشرى من عندك شي 4 ايام ولا 5 ايام تعطيه مشى. تيجيك واحد اخر خويا البنيه مسكينه تيلعب لك دائما على العاطفه، البنيه خويا تزدت لها السخانه وانا كذا وانا كذا، تعطيه حتى هو مشى، تصدق خسرتيه مابقاش يجي عندك ودار لك رزقك. بالنسبه قلنا العاطفه وقلنا الحشمه، لقاوك عاوتاني تتحشم وديما ما تقدرش ترد بنادم وديما حانر راسك ياكلوك بحوايجك، كون على يقين صديقي حتى العام ما غاديش تكملوا. بالنسبه للكارنيات كما سبق وهضرنا، هادو تنجيبوهم من المحل باش نبيعوهم. الله يرحمك ابا الفراجي، انتم غادي تشوفوه ويقول لكم هادو شنو تنديروا بهم. هادو تنجيبوهم من المحل باش نبيعوهم. كل نهار يقصدني بنادم عطيني ابا الفراجي كذا وكذا وقيد عندك، واش عباد الله كاع الدفاتر اللي جبت باش نبيعهم عمرتهم بالتقياد ديال الكريدي؟ رجعت واقف هنا كيف الحمق، لا ربح لا راس المال. الحاصل